السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم الكورة مع ياسين. اوعى تنسى تنزل تحط اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ بأول الأخبار. تقارير: الزمالك يدرس التراجع عن تلك الصفقة بسبب الجمهور. تحدث تقارير من داخل الزمالك عن تراجع محتمل في الصفقة التبادلية التي تحدث عنها الإعلامي خالد الغندور بالأمس، حيث تحدث خالد الغندور أن هناك حديث عن صفقة تبادلية بين الزمالك وإنبي تضمن عارض حسام أشرف مهاجم الفريق الأبيض للفريق البترولي مقابل أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي مع دفع مقابل مادي. وكشف أن الصفقة في حالة الاتفاق على تفاصيلها قد يتم الإعلان عنها عقب مباراة كأس السوبر الإفريقي القادمة. مصدر من داخل الزمالك أكد أن إدارة الزمالك تدرس التراجع عن التفكير عن تلك الصفقة، وذلك عقب الشعور بالغضب جمهور الزمالك من وراء التفريط من جديد في حسام أشرف مهاجم الفريق العاهد من الإعارة من بلدية المحلة، خاصة مع إدراك عدد كبير من الجمهور قيمة حسام أشرف الكبيرة في خط هجوم الزمالك خلال الموسم المقبل. ميدو يوجه رسالة قوية لأشرف صبحي بسبب انكسار درع الدوري خلال التتويج الأهلي. ميدو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث قائلا: علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق على استلام الأهلي درع الدوري بالأمس وتعرضه للكسر خلال رفع محمد الشناوي له، حيث تسلم الأهلي درع الدوري الذي توج به الموسم الماضي عقب انتهاء مباراته فريقه أمام جورماهيا الكيني في إياب دور ال 32 لدوري أبطال إفريقيا. وسقط الدرع إلى نصفين خلال رفعه من جانب محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الأهلي عقب تتويج الفريق الأحمر باللقب الموسم الماضي. تحدث قائلا ميدو: أنا أتمنى أن يكون هناك تحقيق من قبل معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي في واقعة سقوط قاعدة درع الدوري. لحظة احتفال الشناوي كابتن الأهلي: إزاي درع مكلف الدولة ملايين يكون مفكك بالشكل ده، وإزاي درع الدوري يكون شكله كده أصلا؟ والله أنا افتكرته جنط عربية نقل. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن موقف الفريقين قبل السوبر الإفريقي. يرى لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي سابقا سمير كمونة أن الزمالك سيعاني دفاعيا في لقاء السوبر الإفريقي، وأشار إلى أن الفارس الأبيض يعاني من أزمة بمركز الظهير الأيسر وسيكون من أقوى نقاط ضعفهم أمام الأحمر في السوبر. وشدد على أن محمد حمدي الوافد الجديد من فريق إنبي لم يظهر مع الأبيض قبل تلك المواجهة ويعاني من غياب الانسجام مع زملائه، وأكد على أن الأحمر لا يعاني من أي نقاط ضعف قبل المباراة، ووجود المغربي أشرف داري سيعزز من قوة الأهلي دفاعيا. ويلتقي الفريقين مساء يوم الجمعة القادمة الموافق 27 من الشهر الجاري في السوبر الإفريقي المقرر إقامته على المملكة أرينا بالمملكة السعودية. إن شاء الله ناخد كأس السوبر عندنا في الأشخاص اللي مثل سمير كمونة والناس دي. مدحت شلبي يوضح تطورات أزمة الجابوني مع الزمالك. وضح الإعلامي مدحت شلبي تطورات جديدة بأزمة النادي مع الجابوني أورون موبنزا، والذي انضم مؤخرا إلى رابيد بوخارست الروماني. وكشف خلال تصريحاته حقيقة ووجود وساطة بين الزمالك ووكلاء الجابوني من أجل حل المشكلة. وأشار إلى أن عقب التواصل مع مصادر خاصة تم التأكيد على عدم وجود أي وسائط تخص هذا الشأن، وأن القلعة البيضاء
ستقاضي اللاعب للحصول على حقوقها. وسيتقدم مجلس إدارة الفارس الأبيض برئاسة كابتن حسين لبيب بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفيفا ضد الجابوني، ويأتي ذلك بسبب خلال اللاعب بعملية تعاقده مع الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أنا من رأيي إن احنا ناخد فلوسنا، وإن احنا ما نتفرطش في أي فلوس في قواضي، وإن ديت هتفيد نادي الزمالك وهتفيده في الجاي وفي الصفقات إن شاء الله. إعلامي اسمين مرشحين لخلافة جوميز في تلك الحالة. كشف الإعلامي محمد المحمدي عن بديل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي خلال تصريحاته، وأكد على أن بعض من أعضاء مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب طرحوا أسماء لخلافة جوميز في حالة إخفاقه بمباراة بطولة كأس السوبر الإفريقي، وشدد على أن يعود السبب أيضا لطرح أسماء لخلافته من بعض هؤلاء الأعضاء بسبب الخلاف بينهم وبين البرتغالي على عدة صفقات. وأشار إلى أن وجود أصوات بالقلعة البيضاء أن لو البرتغالي خسر السوبر بأداء سيء لازم يرحل ويأتي لخلافته مدرب مصري، وتم يوجد اسمين مطروحين على طاولة إدارة الفارس الأبيض، منهم مدرب يتولى القيادة الفنية للفريق ما حاليا، والثاني مؤمن سليمان. أنا أتمنى أن نجيب مدرب أجنبي، محدش مصري بينجح في نادي الزمالك. أول تعليق من رابطة الأندية على كسر درع الدوري خلال تسليمه للأهلي. خرج ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية بأول تعليق على سقوط درع الدوري خلال تسليمه للنادي الأهلي مؤخرا، وسقط الدرع إلى نصفين خلال رفعه من جانب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق. ثروت سويلم وعبر تصريحات تلفزيونية أكد أن الدرع من نصفين قاعدة ودرع مثبت على القاعدة، ومحمد الشناوي لم يكن يدري ذلك ورفعه من أعلى فسقط إلى جانب، أن الدرع جديد ربما لم يتم تثبيت قاعدته جيدا، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لما حدث في مشهد كسر الدوري خلال تتويج فريق النادي الأهلي مؤخرا، وتم تسليم فريق النادي الأهلي درع الدوري خلال مباراته الفريق الأحمر مؤخرا. شاهد قمصان الزمالك في السوبر الإفريقي. أعلن نادي الزمالك عن القمصان الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي القادمة أمام النادي الأهلي، المباراة التي سوف تكون مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض بين الزمالك والأهلي. القميص الذي جاء من تصميم شركة ذات للملابس الرياضية التي تعاقد مع الزمالك مؤخرا لرعاية قمصان النادي، وسيكون شكل قمصان للزمالك في السوبر الإفريقي كالآتي. وبكده بتكون حلقتنا انتهت. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.